يا ترى احنا بنقول إيه في الركوع؟ سبحان ربي العظيم. حلو جدا. طب ايه المشكله لما نزود سنه من الثلاث سنن اللي ثبتوا عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ وبكده هتاخد اجر احياء سنه، هتاخد حسنات اكتر، وهتحس بفرق كبير قوي في صلاتك. اول واحده، جه في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ركع قال: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. تاني بقى جه في صحيح أبي داود إن النبي صلى الله عليه وسلم لما ركع قال: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. التالت بقى جه برضه في صحيح مسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما ركع قال: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. صعبة؟ والله العظيم ما صعبة خالص. احنا اللي بقينا بنكسل، بقينا شاطرين قوي في حفظ الاغاني والمهرجانات والحاجات اللي مالهاش ريحه اللازمه اصلا في الحياه ومش هتفيدنا اصلا والله، والحاجات السهله الجميله اللي زي دي اللي هتنفعنا في القبر وهتنفعنا ان شاء الله لما نروح عند ربنا وهتزود في حسناتنا، مش عارفين نحفظها. احفظ وحفظ غيرك.